هل برنامج الكوتش المالي للأفراد يفيدك ولا لا؟ محتاج جدا تتفرج معايا على الفيديو اللي جاي ده عشان تقدر تحدد إذا كان مفيد ليك ولا لا. ايه هو برنامج الكوتش المالي للافراد وهل هو معتمد من ICF؟ برنامج الكوتش المالي للأفراد ده أول برنامج فاينانشال كوتشنج في الشرق الأوسط معتمد من ICF. البرنامج ده بيساعد الكوتشز والمدربين اللي عايزين يساعدوا الناس إنهم يوصلوا لمرحلة قوية أو مرحلة عالية من إدارة أموالهم. مين اللي ممكن يستفيد من البرنامج ده وهل هو مناسب للكوتشز؟ أي حد حابب يساعد الناس وعنده القدرة والملكة دي يقدر يبقى كوتش، بس محتاج يمر معانا برحلة كبيرة جدا بيبقى فيها جزء نوليدج، فيها جزء سكيلز، بيكون فيها جزء تطبيق عملي عشان يقدر يستخدم التولز في مساعدة الناس. طيب لو انا كنت كوتش هل البرنامج ده فعلا هيكون مفيد ليا او الشهادة دي هتضيف ليا ولا لا؟ في الفترة الأخيرة فكرة الكوتش المالي بدأ طلب عليها يزيد بشكل كبير نتيجة إن الناس حياتها المالية مش مظبوطة بشكل ما أو بآخر، وبالتالي زاد الطلب على الكوتشز الماليين. لذلك وجودك في البرنامج يعني فرصة إنك تقدر تحصل على عملاء أكتر. طيب لو انا كنت في المجال المالي هل هستفيد او هيتضاف لي اي معلومات؟ ان انا ممكن يكون عندي خبرة خلاص في المجال المالي، فهل البرنامج ده فعلا هيضيف لي؟ للأسف احنا فترة طويلة جدا من حياتنا كنا بندير الأرقام كأرقام بس. برنامج الكوتش المالي معانا أول برنامج بيربط بين الأرقام والحالة النفسية والمشاعر بتاعة العميل، وبالتالي انت هتقدر تسيطر على العميل بحيث انه يقدر يكنترول على مشاعره وأفكاره اللي هي بتنعكس على قراراته المالية، وده أقوى شيء موجود في برنامج الكوتش المالي. طيب البرنامج ده هل ممكن يغير بقى في شخصيتي انا ويضيف لي في حياتي؟ البرنامج ده مش بيساعدك بس تساعد العملاء بتوعك، البرنامج ده كمان بيساعدك انت شخصيا، لانك بتقدر من خلاله تعرف القرارات المالية اللي انا باخدها دي نابعة منين. وما تنسيش الناس مش دايما منطقيين في الشراء او الصرف، ورا كل عملية صرف او شراء كم مشاعر مهول جدا. لذلك هدفي ككوتش ان انا اعرف مشاعري واسيطر عليها، واساعد العميل بتاعي كمان يعرف مشاعره ويسيطر عليها وهو بيصرف. ممكن ناخد فكرة أكتر عن المحاور الموجودة في الكورس اللي ممكن تكون مفيدة؟ احنا في البداية بنتعلم يعني ايه مال وتأثيره ايه على حياتنا وجودة الحياة، وبعدين بننتقل الى موضوع الصرف، ازاي الناس بتصرف، وبنقدر نفهم الصرف ده بيتم ازاي وايه علاقته بالمشاعر. بعدين بننتقل لمرحلة الادخار ثم الاستثمار، والجزء الاجمل ان احنا في الاستثمار بنعدي على كل نقاط الاستثمار في الذهب، الاستثمار في العقار، الاستثمار في الاسهم. فانت بتطلع من الكورس بحصيلة كبيرة جدا ككوتش تقدر تستخدمها لنفسك او تساعد بيها العملاء بتوعك. في جزء كبير في البرنامج بيتغطى عن طريق الجدارات الخاصة بالICF. عشان نبقى فاهمين يعني ايه جدارات، الجدارة عبارة عن سكيلز بس بتتطور لدرجة انها بتكون سلوك ذهني عندك بتعمله بتلقائية بشكل تلقائي، ما بتعبش وانا بعمله. يعني مثلا على سبيل المثال في ناس محللين بطبعهم، طول ما هو قاعد عمال يبص لكل شيء ويحلل هو شايف نفسه كده ان هو في منطقة الراحة ومش حزين ولا زعلان ولا حاسس ان هو مضغوط انه بيعمل حاجة زي دي فكرة الجدارة، ان توصل الجدارة عندك لشيء بتعمله بشيء تلقائي بدون اي ضغط او شعور بالضغط. في جدارات موجودة في الICF الكوتش لازم تكون موجودة عنده. من خلال البرنامج بتاعنا بيحتوي على الجدارات الخاصة بالكوتشنج، وبيكون في جلسات منتورنج او مراجعة للكوتش نفسه عشان نتأكد ان هو الجدارات دي موجودة عنده. برنامج الكوتش المالي هو الطريق اللي هيقدر يساعدك انك تبقى كوتش مالي معتمد من جهات مرموقة، في نفس الوقت معاك ادوات وامكانيات تقدر تساعدك تساعد نفسك وتساعد غيرك للوصول لمرحلة تعرف تدير فيها مالك بطريقة صحيحة.